ظاهرة غريبة بقينا بنشوفها كتير في الصيدلية الفترة اللي فاتت، وهي حد داخل عاوز صن وبيدور بنفسه في الأنواع ومركز أوي في المواد الفعالة ورافض ترشيحنا لو رشحنا واقي كيميائي، مصمم عاوز واقي فيزيائي، كأن الكيميائي بقى بعبع. وده عشان سمع كام فيديو من الفيديوهات الكتيرة اللي انتشرت على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة عن الواقي الفيزيائي، وقد إيه هو جميل وقد إيه هو اختراع وقد إيه هو هيحل لنا كل مشاكلنا. طيب خلاص يا جماعة، يبقى الشركات بقى تبطل تنتج الواقي الكيميائي ونعتمد الواقي الفيزيائي مادام هو فعلا هيحل لنا كل مشاكلنا. خلونا نفهم مع بعض كده يعني ايه واقي شمسي كيميائي ويعني ايه واقي فيزيائي وايه قصتهم وايه الفرق بينهم وازاي اختار بنفسي النوع المناسب لبشرتي. مبدئيا كده النوعين موجودين من زمان، يعني الفيزيائي ده مش اختراع جديد وخلاص هنعتمده وهنلغي الكيميائي. حصل ترويج غريب للواقي الفيزيائي الفترة الأخيرة ومعلومات مغلوطة ومنقوصة عن الواقي الكيميائي، زي إن الواقي الكيميائي بيمتص أشعة الشمس فوق البنفسجية ويحولها لحرارة ويسبب حساسية وتصبغات وتعرق للبشرة. طيب إيه مدى صحة الكلام ده؟ فعلا الواقي الكيميائي بيمتص أشعة الشمس فوق البنفسجية، بس ده ميكانيزم اوف اكشن، يعني دي الطريقة اللي هو بيشتغل بيها، يعني ده مش عرض جانبي وحاجة هنخاف منها. هنعمل مقارنة بسيطة بين النوعين علشان نفهم. الواقي الكيميائي بيكون عبارة عن مكونات عبارة عن مواد عضوية زي الأخوبنزون والأوكتازيليت والأوكسيبنزون. المواد دي بتمتص أشعة الشمس فوق البنفسجية وتحولها لحرارة غير ضارة، حرارة غير ضارة، وتمنعها تعدي خلال طبقة الجلد، يعني كأنها فلتر بالظبط. عشان كده ممكن نحس بحرارة على البشرة وممكن بعض الأنواع تسبب تصبغات، وده بيبقى رد فعل من الجلد بسبب الحرارة دي، إنه بيزود شوية طبقة الميلانين كرد فعل من الجلد إن يحمي نفسه. لكن التصبغات دي مش بالدرجة اللي تتخيلوها، يعني لو النوع كويس مش هيعمل كده، ولو حصل والموضوع كان زايد قوي يبقى دي حساسية ولازم نغير النوع فورا. باختصار الكيميكال صن بلوك عامل زي الاسفنجة بالظبط. طيب مميزاته ايه؟ هو خفيف، غير مرئي، مثالي للبشرة الدهنية، موجود في مكوناته مواد مرطبة وأنتي أوكسيدانت وأنتي إيجنج عشان يقلل ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد وعلامات تقدم السن. كمان في منه أنواع بتكون تنتد بدرجات مختلفة، يعني فيها نسبة فاونديشن يعني 2:1، فما تحتاجيش تستعملي معاه فاونديشن. كمان تركيبته خفيفة وسهل الامتصاص فما يبانش أصلا إنك حاطة حاجة. عيوبه: ممكن البشرة تتحسس منه ولازم نستخدمه قبل النزول من 10 ل 15 دقيقة ويتجدد كل ساعتين. طيب الواقي الفيزيائي أو المعدني نعرفه إزاي؟ بيكون مكتوب عليه مينرال وبيكون في مكوناته زنك أوكسيد أند تيتانيوم دايوكسيد. بيشتغل كعازل، يعني بيقعد على سطح البشرة ويعكس أشعة الشمس زي المراية. مميزاته إيه؟ هو مناسب جدا للبشرة الحساسة، مناسب للأطفال فوق 6 شهور والحوامل. ممكن أستخدمه قبل النزول مباشرة، مش لازم قبله ب10 دقايق يعني. عيوبه إيه بقى؟ تركيبته كريمية تقيلة بيسبب وايت كاست، يعني طبقة بيضاء على البشرة، وده مظهر مش محبب لناس كتير. كمان مفيش في مكوناته أنتي أوكسيدانت ولا مرطبات، هو بس مجرد عازل للبشرة. طيب لو هنقول ملخص للمقارنة دي في جملة واحدة هتكون إيه؟ هنقول الكيميائي بيمتص، الفيزيائي بيعكس، واختار المناسب حسب نوع بشرتك وراحتك. حاليا مؤخرا في شركات كورية بقت تدمج بين النوعين، بس أنا شخصيا بفضل الواقي الكيميائي مع إن بشرتي دهنية حساسة بتعرق بسرعة جدا. لكن بالمناسبة يعني مشكلة التعرق دي موجودة في النوعين عادي، يعني لو دي طبيعة بشرتك وده بعد تجارب شخصية لأنواع كتيرة. فنصيحتي بقى لو ما عندكيش حساسية يبقى الواقي الكيميائي أفضل طبعا، وممكن نستخدم معاه كريم للتفتيح علشان نتجنب إن ما يحصلش اسمرار. المهم مش النوع، المهم إننا نحط واقي شمس كل يوم حتى لو الدنيا مش شمس قوي، بشرتك تستاهل الحماية.
أنا دكتورة ياسمين عبد الهادي، ولو استفدت من الفيديو شاركه عشان الكل يستفيد، وتابعنا عشان يوصلك كل جديد.